أكيد كتير مننا سمع عن مصطلح ال FPGA. ممكن يكون عدى علينا كده وما فهمناش قوي هو إيه. القطعة التكنولوجية دي قوية جدا وفي نفس الوقت غامضة شوية. في الشرح ده هنكتشف مع بعض إزاي الشريحة الصغيرة دي بتغير حرفيا قواعد اللعبة في عالم التكنولوجيا اللي حوالينا، وهي شغالة في الصمت تام. خلينا نبدأ سؤال محوري جدا. تخيلوا معايا كده لو الهاردوير، يعني المكونات المادية نفسها، بقت مرنة زيها زي السوفتوير. يعني نقدر نعيد تشكيل دايرة إلكترونية بعد ما اتصنعت خلاص بنفس السهولة اللي بنحدد بيها أي أبليكيشن على الموبايل. الفكرة دي بالظبط هي أساس ال FPGA. ببساطة شديدة ال FPGA دي عبارة عن شريحة إلكترونية مش معمولة عشان هدف واحد وبس، لا، هي عاملة زي قطعة صلصال إلكترونية خام، والمصمم أو المهندس هو اللي بيشكلها عشان تنفذ الوظيفة اللي هو عايزها بالظبط مهما كانت. طيب عشان نفهم أكتر تعالوا نفصص الاسم حتة حتة. كلمة ميدانياً أو فيلد معناها إن البرمجة بتحصل في أي مكان بعد ما الشريحة تخرج من المصنع. قابلة للبرمجة أو programmable دي واضحة. أما بقى مصفوفة بوابات أو جيت أري، تخيلوها كأنها مدينة ضخمة معمولة من قطع ليجو صغيرة جدا، وإحنا اللي بنبني بيها أي شكل أو دايرة إلكترونية تيجي في بالنا. تمام، المرونة دي حاجة عظيمة، بس يا ترى إيه التمن؟ عشان نفهم قوة ال FPGA الحقيقية لازم نقارنها ببطل تاني في عالم الشرايح اللي معمولة لهدف واحد بس. والمقارنة دي بتوضح الفرق الجوهري. عندنا ال FPGA بطلة المرونة، والناحية التانية عندنا ال ASIC أو الشريحة المخصصة. عشان نبسطها، تخيلوا ال ASIC دي عربية فورمولا 1 معمولة لهدف واحد بس مفيش غيره، السرعة القصوى في مهمتها. لكن ال FPGA دي عاملة زي عربية دفع رباعي قوية، ممكن تروح بيها في أي حتة وتعمل بيها أي حاجة تقريباً، بس أكيد مش هتكون بنفس سرعة عربية السباق المتخصصة. فالحكاية كلها في الآخر يا إما مرونة يا إما تخصص وأداء أقصى. طيب عرفنا هي إيه وعرفنا الفرق بينها وبين غيرها، بس إزاي السحر ده بيحصل؟ يعني إزاي بنحول مجرد فكرة أو شوية كود لدايرة هاردوير حقيقية وشغالة جوه الشريحة؟ تعالوا ندخل في التفاصيل أكتر. الموضوع كله قائم على 3 مكونات أساسية. أولاً البلوكات المنطقية أو ال CLBs، ودي نقدر نقول إنها العقول المدبرة اللي بتعمل كل الحسابات. ثانياً الوصلات البينية، ودي عاملة زي الشبكة طرق ضخمة بتربط العقول دي ببعضها. وأخيراً بلوكات الدخل والخرج، اللي هي تعتبر أبواب المدينة اللي بتخليها تتواصل مع أي حاجة بره. ودي يمكن أهم نقطة. طريقة التفكير هنا مختلفة تماماً عن البرمجة العادية. بدل ما نكتب أوامر للمعالج عشان ينفذها خطوة ورا التانية، إحنا هنا بنوصف الهاردوير نفسه، كأننا بنرسم خريطة للدايرة الإلكترونية بالكود، وبنقول إيه يتوصل بإيه وإزاي البيانات تمشي جوه الخريطة دي. الرحلة من مجرد فكرة لواقع ملموس بتمشي في 5 خطوات رئيسية. الأول بنصمم زي المهندس المعماري، بعدين بنعمل محاكاة عشان نتأكد إن تصميمنا شغال صح على الكمبيوتر. الخطوة الثالثة هي التجميع، وهنا الكود بيتحول لبلوكات بناء حقيقية. بعدها بنعمل التنسيب والتوجيه، يعني بنرص البلوكات دي على الشريحة ونوصلها ببعض. وفي الآخر خالص البرمجة، ودي اللحظة اللي الشريحة الفاضية بتتحول فيها للدايرة اللي صممناها. طيب كل المرونة والقوة دي بنستفيد بيها فين على أرض الواقع؟ خلينا نبص على إزاي ال FPGAs بتشغل في صمت أجزاء حيوية جدا من التكنولوجيا اللي بنعتمد عليها كل يوم. القايمة دي لوحدها بتورينا قد إيه التكنولوجيا دي منتشرة في كل حتة، من أبرك شبكات ال 5G اللي محتاجة تعالج بيانات بحجم مهول وبسرعة خرافية، لأنظمة الرادار في الطيارات الحربية، ولحد أجهزة السونار في المستشفيات. أي مكان محتاج سرعة وتخصيص وقدرة مستمرة على التحديث غالباً هنلاقي جواه FPGA. ويمكن يكون أهم وأشهر استخدام لل FPGAs دلوقتي هو في مجال الذكاء الاصطناعي. طب ليه هي مناسبة قوي للمجال ده بالذات؟ الإجابة في طبيعة شغل الذكاء الاصطناعي نفسه. الشبكات العصبية اللي هي أساس الذكاء الاصطناعي الحديث بتعتمد على إنها تعمل آلاف وملايين العمليات الحسابية في نفس اللحظة بالظبط. ال FPGA بطبيعتها المتوازية دي كأنها جيش كامل من العمال الصغيرين بيشتغلوا كلهم مع بعض في نفس الوقت، وده بيخليها مثالية للمهمة دي. ببساطة بنقدر نحولها لمعالج ذكاء اصطناعي متخصص، وده بيديها سرعة وكفاءة في استهلاك الطاقة تتفوق بكتير على المعالجات العادية. الجملة دي بتلخص الحكاية كلها. ال FPGA قدرت تمحي الخط الفاصل بين الهاردوير والسوفتوير، بتدينا قوة وسرعة الهاردوير المخصص، وفي نفس الوقت بتدينا مرونة وسهولة تحديث السوفتوير. وده بيوصلنا لسؤال مهم جدا للمستقبل. في عالمنا اللي كل حاجة فيه بتتغير أسرع من اللي قبلها،
بروتوكولات جديدة، خوارزميات ذكاء اصطناعي بتتطور كل يوم. هل المرونة الرهيبة اللي بتقدمها ال FPGA دي هتبقى هي الأساس؟ هل ممكن يجي يوم نلاقي فيه إن فكرة الهاردوير الثابت اللي مش بيتغير دي بدأت تختفي؟ ده سؤال مهم ويستحق نفكر فيه.